ممكن تورينا حالات تانية والفرق بين المساحة القليلة في الزراعة والمساحة الكبيرة؟ تعالوا خلينا نبص على حالة تانية. خلينا نتكلم على درجة الطلع من الدرجة الأولى لغاية الدرجة السابعة. طبعا أنا أي عيان يجيلي بعتبره هو من إن كان درجة أولى ولا درجة سابعة بزرع له 3000 جرام. حتى زي ما أنتم شايفين هنا العيان بتاعنا عنده الهير لاين، المنطقة اللي هنزرعها برضو منطقة قليلة مش زي الفيديو اللي قبله، فهنا برضو هنزرع نفس الكمية 3000 جرام. خلينا ندخل دلوقتي. إحنا العيان رسمنا له المنطقة اللي هنزرعها له. هناخد برضو زي ما قلنا الشعر هناخده من المنطقة المنحة وهنبدأ نزرعه. هنا احنا رسمنا العيان وهنا بدأنا نزرع الجرافت واحدة واحدة بدقة جدا كبيرة. بعد ما نزرع الجرافت هو العيان كده بالنسبة لنا خلاص آخر النهار كده زي ما انتم شايفين طلع العيان من عندنا. هنلف له ربطة، الربطة دي بنلفها عشان يجي لنا بعد 3 أيام نفك البلاستر ده ونغسل له الشعر ده. بعدها هيجي لنا كل شهر هنبدأ نحقنه جلسات البلازما والستيم سيلز. زي ما انتم شايفين هنا في الشهر الرابع والخامس بدأنا نحقن الشعر بلازما وستيم سيلز. هنشوف بقى نتيجة العيان ده بعد مثلا 6 شهور. انا متأكد هتبقوا مبسوطين منها. شوفوا هنا احنا الهير لاين بتاعنا، شايفين الكثافه بتاعت الشعر عاليه جدا. طبعا احنا مميزين انه ما بنفصلش الجرافت عشان لو فصلنا الجرافت ممكن هنلاقي الشعر ده واقف زي العسكري. فاحنا هنا ما فصلناش الجرافت، فهتلاقوا انه الشعر داخل يمين داخل شمال، مفيش اي غلطه فيه ما شاء الله. شوفوا العيان ما احلى كثافه بتاعته. ودي الحاله الثانيه واستخدمنا لها برضو 3000 جرافت. وخلونا نشوفكم دايما معانا في عياده اليفا وتابعونا على صفحتنا وشوفوا اخر جديدنا.